السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم ان شاء الله حبيت ندير لكم وصفه نتاع محاجب اللي يجيو مفخفخين كما راكم تشوفوا. الله تجي عجينه شابه مورقه، تجي الله يبارك. وحبيت ندير لكم عده انواع تاع الحشو، يعني مانيش راح ندير لكم غير البصل والطوماطيش. ندير لكم بصل وطوماطيش، حندير لكم المحاجب تاع الثوم الا كتب ربي، واني حندير لكم المحاجب ان شاء الله نتاع السلق، حنا نقولوا لهم بوراك السلق. لهذا الوصفه ان شاء الله عندنا، انا هنا راني راح ندير زوج كيسان، انا راح نكيل بهذا الكاس، راني راح ندير زوج كيسان نتاع سميد. كنقول لكم سميد يعني سميمده، سميد رقيق كاع الرطب، يعني ماذا بكم تكون نوعيه جيده. الا كانت نوعيه جيده يعني تستعملوا غير كاس فرينه. صح انا هنا راني حندير زوج كيسان سميد، زوج كيسان نتاع الفرينه. فوالا بهذه الطريقه ونخلطوهم ونديروا لهم كميه نتاع الملح. هذا واش نديرو فقط في العجينه تاعنا. فوالا دوك نخلطوا السميد مع الفرينه مع الملح، يعني تجيكم وصفه هايله. تبعوا الخطوات فقط ونبداو نزيدوا الماء حتى تتلايم لنا العجينه. من الافضل لو كانت تليموها بالماء يكون دافئ، نزيدوه بشوي 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 حتى نليمو كاع العجينه نتاعنا. فوالا كما راكم تشوفوا هنا راني حبيت نوري لكم الخطوات خطوه بخطوه. هنا كما راكم تشوفوا راني نعجن فيها، نلايم ونعجن فوالا حتى تحصلنا هكذا على عجينه. نتركوها يعني واحد ربع ساعه، يعني العجين صدقوني يحب تعجنوه شويه، يحب الدليك. فوالا كما قلت لكم ندلكوه واحد 20 دقيقه هكذاك ربع ساعه. فوالا ومن بعد هكا واش نديرو، نزيدو ندخلو له شويه نتاع الماء بعد ما كملنا ليمناه كاع، وندبزوه كما يقولوا هكذايا. قلت لكم هذه العمليه ماهيش حتستغرق لكم وقت بزاف، يعني واحد ربع ساعه 20 دقيقه. فوالا يعني الاساس تاع العجينه هي الراحه، تحب العجينه تاعنا تريح. دو بريفيرونس الا كان عندكم الوقت ديروها ليله ما قبل، يعني ديروه في الليل تخليوه يريح، تحطوها في الثلاجه والصباح تزيدوا تعجنوها غير شويه وخلاص. انا هنا واش راني حندير لها، راني حنحطها في كيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا، نقفل عليه ونزيد كيس بلاستيكي واحد اخر نغلق عليه مليح باش ما يدخليش الماء داخل، ونجيب ماء يعني يكون دو بريفيرونس سخون يعني يغلي، ونحطها العجينه تاعنا لداخل، يعني هكذاك شغل رايحه تنطلق هذيك العجينه تاعنا، حتنطلق لكم بالخف تصيبوها يعني منبله، وما كوش رايحين تدلكوها وقت كافي. انا هنايا خليتها صبحه كامله، كنت نخدم في شغلي نطيب في الفطور، وشوفوا كيفاش نحيتها. بعد ما نحيتها شوفوا كيفاش راهي طريه وتنبلت لي، الله يبارك. قلت لكم تقدروا ديروا هكذا، سينو تقدروا ديروا هكذا وتخليوها ليله كامله، يعني العجين قد ما يريح يجي هايل. ومن بعد كانت العجينه زدت دلكتها واحد ربع ساعه فانيك. فوالا شوفوا كيفاش جات شابه، الله يبارك ما شاء الله. ومن بعد ديروها خبيزات هكذايا، تجيبوا سنيوه تحطوا فيها الزيت كيما درت انايا، وديروا هكذا خبيزات الله الله. فوالا تكملوا هذوك الخبيزات كاع، ومن بعد ديروا يديكم في الزيت وتحطوهم، ديروا لهم الزيت من الفوق بهذه الطريقه، وتغطيوهم بكيس بلاستيكي عفوا، وتزيدوا تخليوهم يريحوا، يعني ماشي ثم تخدموا بهم، تخليهم واحد الساعه ولا ساعتين. نروحوا نخليوهم بجهه ونروحوا نحضروا الحشو تاعنا، يعني لو طون يطيب الحشو كاع تكون العجينه راهي ريحت. انا حنستعمل هذا البصل الاخضر، يعني حنخلي له هذوك الخضوريه تاعو، شوفوا كيفاش نقيتهم، تخليو له هذوك اللي من تحت دو بريفيرونس. يعني هذه تجي وصفه رائعه مع كميه نتاع طماطم. انا هنا راني درت واحد 2 كيلو نتاع البصل، يعني هنا ودرت واحد 4 حبات 5 تاع طماطم، كنت قشرتهم قطعتهم من هذيك
بهذيك الطريقه قطع صغيره. وهنايا راني زدت الدرسه وزدت الهريسه وقرين حر وحطيتهم فوق الفرن، وزدت يعني واحد 3 ملاعق كبار نتاع الزيت وكميه نتاع الملح، ودرت شويه نتاع الفلفل الاسود يعني، وراني رايحه نغلق عليهم. شوفوا ما تزيدوا لهم قطره ما تزيدوها لهمش، خليوهم على نار قليله. كما تعرفوا بلي البصل يطلق بزاف الماء، تخليوهم على نار قليله فوالا هكذا حتى يذوب كامل هذاك البصل ويطيب لكم. يعني يقدر يقعد واحد 2 سوايع ولا هو فوق النار، قلت لكم على نار قليله. بعد كي درت لهم طماطم مصبره كميه، خليته يتكتك وشوفوا النتيجه كيفاش تحصلت على الخليط نتاعي. وهنا راني راح ندير لكم الحشو الثاني اللي هو نتاع الثوم. هنا عندكم كميه تاع الثوم يعني واحد الراس نتاع الثوم كامل مع شويه تاع الدرسه، يعني 2 ملاعق كبار تاع الدرسه، ملعقه كبيره نتاع الهريسه، واحد الكميه تاع الزيت نقولوا 3 ملاعق كبار تاع الزيت، وشويه نتاع الملح. هذا واش راح نسحقوا في هذا الحشو نتاع الثوم. هذا الطريقه كانوا يديروها ناس زمان وتجي بزاف بنينه. نخلطوهم كما شفتوا انايا الدرسه عندي دائما في المجمد. الا ما كانت عندكم الدرسه تقدروا ديروا العكري الفلفل الحلو ولا اللي طيبوا به. فوالا تقعدوا تخلطوا هكذا حتى تلحقكم هذيك الرائحه الرائعه. فوالا وراه وجد لهنايا. ونروحوا نديروا بوراك السلق. هنا كانوا عندي 2 ربطات نتاع السلق، زدت عليهم كما نقولوا واحد 2 ملاعق كبار نتاع الدرسه. انا قلت لكم دائما عندي الدرسه في المجمد، ونزيدوا واحد 3-4 سنات كبار نتاع الثوم وكميه نتاع الهريسه. يعني المحاجب تاعنا ولا ما يمكن نديروهم بالسلق دائما يحبوا يجوا حارين. ونزيدوا الزيت واحد 2 ملاعق كبار نتاع الزيت، ونبقاو نخلطوا هكذايا. يعني السلق انايا كنت قطعته من قبل، شللته مليح، صفيته، درته يغلي. يعني غير بدا يغلي طفيت عليه النار، صفيته فانيك وحطيته ودرت له كما راكم تشوفوا الدرسه والثوم والزيت وخليته يتقلى بالطبع. يعني ما ديروش كاع الماء، ديري له غير هذوك لي زيبيس اللي درتهم له مكونات فقط. بعد تخليوه يتكتك الله وطفيو له. ونروحوا نجيبوا هذيك العجينه تاعنا الله بعد ما ريحت لنا بالطباح. نجيبوا كميه نتاع الزيت ونبداو نحلو هكذايا كما راكم تشوفوا. بغيت ندير لكم خطوه بخطوه. يعني ديروا شويه زيت وتبداو تحلو يعني حمقوا على الاطراف ما لازمش يجيو خشان. فوالا كي تبداو تحلو تجبدوا يعني من الوسط وتجبدوا فوالا كما راكم تشوفوا هكذايا. شوفوا العجينه شحال جات شابه كريحه، شوفوا كيفاش راهي تنبل ما شاء الله. فوالا هكذايا حلو غير بشوي. شوفوا يعني العجينه كي تريح وتدلكوها شويه يعني ما كاش كيفاش ما تجيكم الشابه. فوالا بهذه الطريقه نحلوها بالطبع والشان. او من بعد نزيدوا شويه نتاع الزيت في الوسط، غير شويه قطرات، ونجيبوا الاطراف هكذا نغلقوهم. قلت لكم شوفوا كيفاش راهي منبله ما شاء الله. نسويوها بالطبع ومن بعد نجيبوا. انا هنايا درت نتاع الثوم، كنت درت تاع البصل والطوماطيش، واني هنايا ندير في تاع الثوم. نديروا غير كميه هكذا تاع هذيك الخلطه تاع الثوم اللي كنا درناها انا وياكم. يعني هذوما كانوا يديروها جدادنا بكري ونساوهم، يعني ما راناش نشوفوهم يديروهم دوكا. قلت ولي مالا نوري لكم الوصفه، يعني تجي هايله تذوقوها. فوالا ومن بعد كتما درنا لاصوص نغلقوهم بهذه الطريقه. يعني طريقه سهله جدا. نديروا الطاجين تاعنا يسخن، ما تقولوش النار بزاف، تكون النار متوسطه. نرفدوا الحبات تاعنا ونديروهم فوق الطاجين. فوالا طريقه سهله. شوفوا كيفاش راهم يتنبلوا لي ما شاء الله. وهنايا راني درت لكم حبه تاع الثوم، وكنت درت تاع البصل والطوماطيش. وهنا راني حندير لكم تاع السلق. فوالا تاع السلق فاني كيجيو بنه هايله كيطيبوا الله وتزيدوا لهم عصره قارص. واش نقول لكم يجيو ما شاء الله. نتمنى تجربوهم.
وديرهم فوق الطاجين فانيك. وشوفوا الله كيفاش راهم ينتفخوا لنا ما شاء الله. وهنا حبيت نوري لكم يعني الاطفال تاعكم ولا ما يحبوش ياكلوا المحاجب، ما يحبوش ياكلوا كيما اللي درنا هذوك الحشو يعني عده انواع. الاطفال اللي عندهم اطفال كيفاش ديروا لهم، تجيبوا هنايا حبيبه بيض، تجيبوا حبيبه تاع الفرماج، ولا خفتوا العظمه تخرج لكم ما ديروش عظمه كاع، ولا كانت عظمه كبيره ديروا غير نص، فوالا تغلقوا عليها هكذاك بالطبع وديروهم فوق النار وتعطوهم لوليداتكم بالصحه والهنا. هاهم المحاجب تاعنا بعد ما كملناهم، يعني كما قلت لكم درت لكم 3 انواع تاع الحشو. شوفوا تاع البصل والطماطيش الله كيفاش جا ما شاء الله، تاع السلق كذلك، وتاع الثوم جا روعه. وتفرحوا كما قلت لكم اطفالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم الى وصفات اخرى ان شاء الله. نتمنى تجربوهم وتقولوا لي رايكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا.